السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسهل واسرع وجبه ممكن تحضروها بالعجينه السائله بدون اختمار. ممكن تحضروها كوجبه غداء او عشاء خفيفه، صراحه كتجي من اروع ما يكون، لذيذه بزاف، والاهم ان مكوناتها جد جد اقتصاديه وكتوجد في اخر لحظه. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على مكوناتها وطريقه التحضير. وطبعا الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليقاتكم المحفزه، فضلا وليس امرا. فاول مكون غادي نحتاجه كيف ما كتلاحظوا معي، عندي هنايا 3 ديال الحبات من البطاطا من بعد ما غسلتها وقشرتها. ايضا غادي نقطعها هكذا الى مكعبات اللي تكون صغيره. من بعد غادي نوضعها في الماء هكذا باش كيتزول منها هذاك النشا، بما نوجدوا التتبيله اللي غادي نتبلوا بها هاد البطاطا، لاننا ما غاديش نقليوها نهائيا. بالنسبه للتتبيله غادي نحتاجوا فيها ملعقه صغيره من القزبر مطحون، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الخرقوم، الكمون، وايضا البابريكا. غادي نضيفوا ايضا فص من الثوم، ممكن تعوضوه بالثوم بودره، وغادي نديروا واحد الملعقه صغيره من الزعتر. غادي نحاولوا هكذا نحكوه، وغادي نضيفوا ايضا 2 ملاعق كبيره من زيت الزيتون باش كنجمعوا هاد التتبيله. صافي غادي نخلطوا جيدا، وغادي نجيب هذيك البطاطا من بعد ما استقطرتها طبعا من هذاك الماء، غادي نوضعها على داك التتبيله وغادي نخلطها جيدا، يعني حتى كيندمجوا جميع العناصر مع بعضهم. بالنسبه لهاد البطاطا غادي ندخلها للفرن، كيف ما قلت لكم ما غاديش نقليها نهائيا. هاد الطريقه كتجي لذيذه بزاف وكاننا قليناها، غادي تشوفوا النتيجه في لا فيديو. غادي ندخلها للفرن، غادي نشعل عليها من الاسفل ومن الاعلى ونخليها يعني حتى كطيب وكتحمر. وفي هذا الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا باقي الوصفه. اللي عندي هنايا 200 غرام من صدر الدجاج. صراحه انا كان عندي في المجمد فماشي مشكل، غادي نوضعوه هكذا في المقلاة مع القليل من الزيت النباتيه وزيت الزيتون. غادي نضيف له طبعا التوابل اللي كتبقى على حسب الذوق. عندي الملح، الكمون، وايضا الخرقوم. غادي نضيف ايضا البابريكا والزنجبيل والابزار، وايضا ما نساوش القزبور حبوب اللي كيعطي واحد المذاق اللي رائع، والملح طبعا. وغادي نخلط الكل جيدا، نخلي هذاك صدر الدجاج يعني حتى يطيب مزيان. وغادي نضيف له هكذا القليل من البقدونس المفروم، ممكن نضيفوا حتى الزعتر، كتبقى النكهات اختياريه. وفي الاخير ملي كيطيب لنا هذاك الصدر ديال الدجاج غادي نضيف له ملعقه كبيره من الياغورت الطبيعي، كيعطيه لذه وايضا كيجينا يعني فتي كيف ما كنقولوا. وطبعا غادي نضيفوا الصلصه الحاره، كتبقى اختياريه. بعد ما كيطيب هذاك صدر الدجاج مزيان غادي نزولو من المقلاة، وفي نفس المقلاة غادي نضيف البصل شرائح. عندي هنايا تقريبا 2 حبات من البصل، غادي نوضعها في داك الزيت وغادي نخليها هكذا تشحر مزيان. وفي هذا الاثناء البطاطا كتكون يعني طابت، كتجي مقرمشه، وايضا كيجي المذاق ديالها لذيذ. غادي نوضعها جانبا وندوزو باش نحضروا باقي المكونات. عندي هنايا 2 بيضات. هاد الصلصه باش غادي نجمعوا الحشوه ديالنا. طبعا عندي هنايا كأس من الحليب، عفوا كأس ونصف من الحليب غادي نضيفه. وغادي نضيف ايضا 2 ملاعق تقريبا من الياغورت الطبيعي، يعني هاد الياغورت كتقسموه ما بين الصلصه وايضا صدر ديال الدجاج. غادي نضيف الخرقوم، القزبر مطحون، والابزار نصف ملعقه صغيره كيف ما كتلاحظوا، والملح طبعا. وغادي نضيف ايضا الزعتر اللي كينكه لنا هاد الصلصه. وغادي نضيف ايضا كيس من خميره الحلويات ما يعادل ملعقه صغيره، والمعدنوس المفروم. هكذا كتجينا هاد الصلصه لذيذه بزاف وكتعطي ايضا اضافه للحشوه. غادي نخلطوا جيدا حتى كيندمجوا جميع العناصر. ثم غادي نضيف كأس من الدقيق الابيض وغادي نخلط جيدا. ممكن تستعملوا حتى الطراب الكهربائي. غادي نخلطوا يعني حتى كنتحصلوا على خليط اللي متجانس. في هذا الاثناء غادي نجيبوا القالب اللي غادي نوضعوا فيه الحشوه ديالنا. ممكن ديروا حتى قالب يعني يكون بحجم عائلي او فردي، انا كنفضل هذا فردي كيجيو حسن. صافي غادي ندهنوا هكذا بالقليل من الزبده النباتيه، ندهنوهم جيدا لاننا ما غاديش نوضعوا ورق الطبخ، وكنرشوا عليهم الدقيق وكنحاولوا هكذا نوزعوا
الدقيق يعني على القالب كامل. صافي من بعد ما كندهن القالب، الحشوه ديالي كتكون واجده البصل مع البطاطا. غادي نضيف ايضا الفلفل الاصفر اللي قطعته الى قطع صغيره، والفلفل الاحمر حتى هو قطعته الى قطع صغيره، يعني ما شحرتهمش نهائيا. عندي ايضا الزيتون، عندي ايضا الخيار المخلل. يعني كتبقى الحشوه اختياريه والاضافات حتى هي اختياريه. فاول حاجه غادي نبدا هكذا كنعمر هذوك القوالب. بالنسبه للطبقه الاولى غادي ندير البطاطا، حاولوا هكذا توضعوا غير ملعقه. كيف ما كتعرفوا هاد القوالب يعني شويه صغيره، فهكذا باش كتجينا يعني الحشوه او الاضافات اللي غادي نضيفوهم متساويه. ثم الطبقه الثانيه غادي نوضع هكذا هذاك صدر ديال الدجاج، غادي نحاول هكذا نقطعه الى قطع صغيره. الا شفتوا هكذا شي قطعه كبيره، صافي كنبدا هكذا كنوزع الحبات ديالي. وغادي نضيف ايضا حتى شرائح ديال البصل، يعني وضعوا الكميه اللي كتناسبكم. حاولوا هكذا تضغطوا ملي تكونوا كتوضعوا هكذا البصل. ثم غادي نوضع هذاك الخيار المخلل او الكورنيشو، يعني الحشوه كتبقى اختياريه وكيف ما قلت لكم حتى الاضافات. غادي نضيف ايضا الزيتون الاخضر اللي مقطع الى قطع صغيره. وفي الاخير غادي نضيف الفلافل. وفي الاخير وليس اخيرا غادي نضيف حتى الفلفل الاحمر اللي كيبقاو اختياريين، ماشي شرط هاد الالوان اللي استعملت انا. ثم غادي ندير هذيك الصلصه، غادي نحاول هكذا نعمر هذوك القوالب. حاولوا هكذا تعمروهم مزيان مزيان، يعني حتى كيبداو يبانوا على السطح ديال القوالب. بالنسبه لي انا هنايا استعملت المغرف، الا درتو الملاعق يكون احسن هكذا، يعني باش ما كيضيعش لكم الخليط. غادي ندخلهم للفرن نخليهم يطيبوا من الاسفل ونشعلوا عليهم طبعا من الاعلى، يعني حتى كيطيبوا وكيتحمروا. وكنخرجوهم. وكاضافه غادي نزينهم هنايا بالقليل من الجبن الاحمر اللي كتبقى اختياريه، وايضا كيضيف لهم واحد المذاق اللي زوين بزاف. غادي ندخلوهم غير يذوبوا يعني في الحراره ديال الفرن. بعد ما كيذوب لينا هذاك الجبن غادي نحاول هكذا نديمولي داك الكب كيك. كيف ما غادي تلاحظوا غادي نخلي هاد المول يعني حتى كيبرد تماما. هذه هي الطريقه باش كيتزول لكم بسرعه. وكنجيب هكذا سكين وكنبدا ندوز على الجوانب وراه كيتزولوا بكل سهوله. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم او الكاب كيك مالحين. كيجيو لذاذين بزاف، صدقوني الا جربتوهم ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم، فعلا كيجيو رائعين. ممكن تحضروهم كوجبة غداء أو عشاء، وحتى لخرجاتكم الصيفية ما غاديش تلقاو من أحسن هاد الوصفة. صحية ولذيذة، والأهم أنها اقتصادية. يعني ديروا أي مكونات عندكم في المنزل كتجي لذيذة بزاف بزاف. ضروري أخواتي غادي نقسم معكم باش تشوفوا يعني كيف كيجي الشكل ديالها من الداخل. كتجي رائعة جدا، ما تخيلوش المذاق اللي فيها من أروع ما يكون. فإلا جربتوها ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق وتعطوني رأيكم كيف جاتكم. وصلنا أحبائي لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. طبعا إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليقاتكم المحفزة. وإلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.